اوه ست اللي سايقاه، واحده ست اللي سايقاه، الفرق ست اللي سايقاه. اللي هيفوت الفيديو ده هو خسران. انا فعلا مصدوم من عاصمه المغرب الرباط. خليني افرجكم عليها وما نضيعش وقت في الكلام. يلا بينا. اهلا بكم في الرباط. وصلنا الرباط عاصمة المغرب بعد 8 ساعات. هو ايه ده؟ على الرغم ان انا ما بقاليش نص دقيقة هنا، وعلى الرغم ان انا انبهرت من تطور ونظافة كازابلانكا جدا، بس ايه ده؟ ايه الرباط دي؟ يعني انا لسه خارج من محطة الباص، انا حاسس ان انا وصلت اوروبا. ما يعني ايه ده؟ نظافة غير طبيعية، شوارع نظيفة، شجر منظم، كل حاجة منظمة. المغرب فعلا عاش. شكلي هندهش كتير في المغرب. يعني شوفوا الشارع عامل ازاي، عبور المشاة متظبط وكل حاجه نظيفه وكل حاجه مترتبه، مفيش حاجه معموله نص نص. فعلا انا منبهر. للاسف هيكون عندي هنا اقل من 24 ساعه، فهحاول اصور لكم الرباط في اسرع ما يمكن. يلا بينا نستكشفها سوا. دي مش باريس ولا دي اوروبا، هذه هي عاصمه المغرب الرباط. ممكن اللي يكون بيتفرج على الفيديو يفتكرني بافور او بزود فيها، بس بصوا استغلال المساحات. حاجه تحت الارض عاملين فيها ملاعب رهيبه، ملاعب كوره وملاعب باسكت، وهناك في جيم في الشارع للناس، ومساحات خضراء بكميه غير طبيعيه. بدايه غير متوقعه خالص في الرباط. بصوا النظافه ورايا، الشوارع نظيفه، الشوارع بتبرق، مساحات خضراء. فعلا شابوه المغرب. الرباط مدينة نظيفة، يعني أنا وصلت اتفاجئت. بصوا هناك، يعني دي محطة القطار. إيه النظافة دي؟ بجد أنا مبهور إن دي بلد عربية يعني. واو. من المدينة القديمة أو المدينة زي ما بيقولوا عليها هنا، يعني في كازابلانكا كانوا مسمينها مدينة عتيقة. هنا المدينة، هنا المكان اللي هنكون النزل بتاعنا فيه. هنا برضو بيقولوا على الفندق مش نزل، بيقولوا عليه تونس بيقولوا عليه النزل، هنا بيقولوا عليه البيوت القديمه اللي هي الجيست هاوسز، فنادق اللي زي عندنا في مصر بنقول عليه، في مصر بنقول عليه لوكاندا، هنا بيقولوا عليه الرياض. فعندنا فندق الرياض اللي هننزل فيه مدينه، وبعد كده ننزل نصور. واخيرا رجعنا للشارع عشان نصور لكم بعد ما حطينا شنطنا وطلعنا على البلده القديمه. احساس غير كل المدن القديمه او الاسواق القديمه بتاعت مدن المغرب كلها. شبه الامارات مثلا سوق الذهب او المدينه القديمه، شبه مان، شبه مدن الخليج كتير. مدينه الرباط السوق القديم بتاعها، حتى الناس هنا محافظه على لبسها التقليدي جدا. كتير شايفهم باللبس التقليدي. بصوا الترام، والله اللي ما اتفرجش على فيديوهات المغرب او اللي ما جاش المغرب او ما عندوش فكره عن المغرب زي ما انا ما كانش عندي فكره عن المغرب، جه المغرب هينصدم جدا. لان انا عمري تخيلت ان دوله في افريقيا ودوله عربيه واللي هي المغرب هتكون بالتطور والنظافه. قابلنا صديقنا سيد من المغرب من الرباط. السلام عليكم. ولففنا واخدنا دلوقتي على المارينا. انا حاسس ان انا وصلت دبي بقى بجد. يعني ستايل تاني خالص عن كازابلانكا وعن مراكش، ستايل تاني مختلف عن الصويرة العاصمة في الاخر. بس فعلا الشوارع نظيفة ازاي. مارينا تحس نفسك ماشي في الجونة او ماشي في دبي. يخوتها كتير، يخوتها كبيرة. الصراحة انا بقعد اعيد وازيد واكرر قد ايه الرباط ابهرتني، قد ايه الرباط منظمة. وعلى سبيل المثال صديقي بيقول لي ان البيوت اللي هنا اللي ساكنة على المارينا سعر المتر هنا 5000 دولار. وسريعا نكون اخدنا جولة ليلية في مدينة الرباط، اللي الصراحة ما كنتش عايز اظلمها واتفرج على معالمها في الليل. فالصباح القاكم وناخد جولة سريعة قبل ما نطلع على طنجة في مدينة الرباط. اشوفكم بكرة. صباح الخير من الأزقة تاني، رجعنا لكم من الرباط. بصوا الشوارع عاملة ازاي، شوارع ملونة وقديمة. وبصوا السيد هناك تاني. صباح الخير. صباح الخير. اللي بيميز اسواق الرباط لحد دلوقتي، يمكن عشان هي عاصمه ففيها النظام اقوى شويه، هو ان مفيش حد مثلا بياخد جزء من الشارع. الدنيا منظمه جدا، فتحس انك ماشي براحتك، مفيش صوت عالي.
فعلا احساس ان انا في مدينة اوروبية ولكن في بلد عربية، في حاجة تدعو للفخر. اللوحة بعملها في 3 دقائق بس. 3 دقائق؟ أقل من 3 دقائق. ما شاء الله. أحمد البدوي. شلاه يا بدوي. شلاه يا بدوي. المدينة القديمة اللي هي اسمها القصبة، هنا بيلتقي واد اللي هو النهر بالمحيط، شبه سيدي بوسعيد في تونس، نفس الفكرة، أبيض وأزرق، شبهها كتير وجميلة. وصلنا عند آخر نقطة في مدينة الرباط، التقاء نهر بير قراق في مدينة القصبة القديمة مع المحيط. الجو النهاردة يمكن للأسف هوا شويتين ومغيم، بس بصوا المنظر، يعني ده هناك المحيط وده النهر وبيلتقوا هنا تقريبا. جينا المكان ده عشان نفطر، مكان طابع رهيب. استنوا المنظر، استنوا يلا 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 جاهزين للفيو. نيجي هنا، ده اسمه دار الكرمة أو الكرم. بصوا الفيو، مغربي كده، ها؟ صافي مغربي. المكان التاني اللي هنروحه صومعة حسان. بس بصوا الرباط والله قطعة من سويسرا. الترام واي، بصوا النظافة اهو. ست اللي سايقاه، واحدة ست اللي سايقاه. الترام ست اللي سايقاه. الباصات والترام ست اللي سايقاه. واو واو واو. الشوارع بصوا الراجل بيكنسها هناك يوميا، بينظف الزرع. شابو شابو، يعني هتسمعوا كلمة شابو دي في فيديوهات المغرب كتير. انتهت جولتنا للاسف في مدينه الرباط سريعا. اللي فاجئتني لحد دلوقتي، انا كنت متفاجئ من كذا، والناس قالت لي استنى لما تروح الرباط، ودلوقتي بيقول لي استنى لما تروح طنجه. يعني الرباط بالنسبه لطنجه ولا حاجه، فانا مش عارف هنلاقي فين احسن من كده. يعني انا دلوقتي عايز اعيش في مدينه الرباط، لسه بقول له يشوف لي شقه. بس خلاص رايحين دلوقتي على القطار، هنجرب تجربه القطار السريع في الفيديو الجاي، استنوه. بكده تكون انتهت جولتنا في مدينه الرباط. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لها لايك وشير، متنساش تعمل سبسكرايب. خلاص فاضل 500 على ال 100,000. شكرا لكل واحد بيعمل سبسكرايب ولايك وكل واحد بيدعمنا. اشوفكم الفيديو الجاي، متفوتوش فيديو قطار، ده اسرع قطار في افريقيا كلها، قطار سرعته 320 كيلومتر في الساعه. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام. ده منظر محطه القطار من بره، تخيلوا ده مش مطار ولا شوبينج مول، ده محطه القطار، ده اللي هتشوفوه في الفيديو القادم.